هاد البيسي اللي كتشوفوه كيبان زوين رقيق وبثمن رخيص، ولكن واش عارف بلي هاد البيسي يقدر يكون اكبر كذبه غادي تشريها في حياتك او لا شريتيها؟ خليك معايا باش تعرف. اليوم غادي نكشف لكم السر على واحد الماركه اللي دايره ضجه في المغرب وعلي اكسبريس، وهي شركه تشوي. واش فراسك بلي داك البروسيسور اللي كتقول لك الشركه بلي راه جديد يقدر يكون عنده 6 سنين ديال العمر؟ واش عارف بلي هاد الشركات كيخدموا بواحد الطريقه سميتها البروسيسورات الزومبي؟ هاد الفيديو ماشي مراجعه عاديه، هذه عمليه تشريح لواحد من اكبر عمليات النصب في عالم التكنولوجيا ديال 2026. الا كنتي ناوي تشري شي بيس رخيص وقف دابا واسمع لهادشي اللي غادي نقول لك، حيت غادي يوفر لك بزاف ديال الفلوس وجع الراس. اول حاجه خصك تفهمها هي كيفاش كيضحكوا علينا. فاش كتشعل البيسي وكتمشي للبروبريتي دو سيستيم، الويندوز كيقول لك بلي عندك مثلا انتل كور اي 5 اخر جينيراسيون موديل 2025، ولكن الحقيقه هي انهم كيدخلوا لواحد البريميج سميتو بيوس وكيغيروا السميه ديال البروسيسور يدويا. هاد الناس كياخذوا بروسيسورات قديمه بزاف وكيعاودوا يعدلوا فيهم الكود باش الويندوز يتصيد ويقراه بلي راه جديد. هادشي كيتسمى فرود ديال بيو. يعني انت شاري بيسي على اساس راه طياره وهو في الداخل عنده ماكينه ديال الطوموبيل قديمه مصبوغه. علاش سميناها بروسيسورات زومبي؟ حيت هادو بروسيسورات ماتوا شحال هادي. تشوي وشركات اخرين بحالها كيمشيو للمخازن اللي فيها السلعه اللي بقات شايطه من 2018 و2019 وكيشريوها بثمن رخيص. والاخطر من هادشي كاين شي بروسيسورات كيتسموا غراد بي، هادو هما اللي فشلوا في الاختبارات ديال الجوده ديال انتل و ام دي وكان خصهم يترماو في الزبل، ولكن تشوي كتاخذهم وكتركبهم ليك. هادشي علاش مورا شهرين ديال الخدمه البيسي كيبدا يتقال وكيسخن، ماشي حيتاش الويندوز فيه المشكل، ولكن حيتاش القلب ديالو اصلا ميت. هذه هي النقطة اللي تا واحد ما كيهضر عليها. البروسيسورات القديمة فيها ثغرات أمنية خطيرة بحال سبيكتري وميلت داون. الشركات الكبار كيديروا تحديثات باش يسدوا هاد الثقابات، ولكن هاد البيسيات ديال تشوي ما يمكنش ليهم يتحدثوا او لا يقولوا لك شي حاجة ولا يعطيوك شي انذار حيتاش البيوس ديالهم ملعوب فيه. هادشي كيعني بلي معلوماتك البنكية وتصاورك وكاع داكشي اللي كدير راه ساهل يتخترق، حيت البيسي راه عريان أمنيا. لا ديجا عندك تشوي او اي ماركة رخيصة او لا شينويه، دير هاد التيست دابا. تيليشارجي برنامج سميتو سي بي او زد، ما تشوفش غير السميه ديال البروسيسور، شوف الخانه اللي كتقول الكود نيم والنانومترز. الا لقيتو البروسيسور فيه 14 نانومتر او 22 نانومتر وهو كيقول باللي موديل 2025، عرف باللي راه ضحكوا عليك، حيت البروسيسورات الجديده دابا واصله ل 3 نانومتر و 4 نانومتر. اخر حاجه باش تاكد، دير التيست بواحد الاب سميتها سيني بنش وقارن النتيجه بالنتائج اللي كاينين في الانترنت على البروسيسور اللي عندك. الخلاصه تشوي ماشي كاع موديلاتها خايبين، ولكن الشركه ولات كتلعب بالنار وكتستغل الناس اللي ما عندهمش خبره تقنيه. نصيحتي لكم بلاش من هاد المغامره. ب 3000 و 4000 درهم احسن لك تشري بيسي اوكازيون مستعمل بحال ثينك باد او لا ديل لاتيتود اللي هما حرشين وصحيحين، على انك تشري كذبه مصبوغه بالالومنيوم وزوينه. ما تخليش الزواق يغرك، حيت التكنولوجيا حاليا وخصوصا في هاد الاسواق اللي عندنا كيلعبوا بزاف على الديكور والزواق. الا كان الثمن كيبان خياليا رخيص راه كاين بارطاجيو هاد الفيديو مع صحابكم اللي ناويين يشريو بيسي، وما تنساوش تابوناو باش ديما تعرفوا الحقيقه. نتلاقاو في الفيديو الجاي.